بسبب الصفات الشخصية لكل برج ممكن تتوقع فيها كل برج منهم بيشتكي من ايه. زي مثلا الحمل هتلاقيه بيتضايق جدا ان اللي حواليه بطيئين عشان هو على طول سريع وطبيعته اصلا بيحب الحركة كتير، والعذراء من قلة النظام لان هو اصلا بيحب النظام، والاسد من اهمال الاخرين لانه طبعا بيحب جدا الاهتمام. في الفيديو ده بقى هنعرف ايه هو اللي بيشتكي منه كل برج. الدلو المدلل والجدي الفوضوي. برج الحمل هو ليه الكل بطيء قوي كده؟ الحمل بيزدهر بالحركه والاثاره ومش بيتحمل ابدا ان اي حاجه تتحرك ببطء شديد. الامر كان مربوط مثلا بطابور بيخلص ببطء جدا، وصديق مش عارف ياخد قرار في اي حاجه بسرعه. توقع وقتها ان هو هيعبر عن ده وهيعبر ان هو صبره خلاص نفد. دور هيقول هو انا ليه مش مسترخي. يحب قوي وسائل الراحه بتاعته، يبقى بيتعصب وسريع الانفعال لما تيجي تقطعه في وقت استرخائه. جوزاء انا حاسس بالملل قوي كده. عقله الفضولي الجوزاء عاوز على طول تحفيز، بيكون في كلام ممل او روتيني هتلاقيه يبدا ان هو يعبر ويتكلم عن ملله ده. هو محتاج دايما للتنوع والا هيشتكي من ثبات الحياه. السرطان اكيد طبعا هيقول انا محدش بيقدرني. بصفته ان هو راعي للابراج فهو حاطط قلبه لرعايه الاخرين، بس لما الجهد بتاعه ده هتلاقيه كده بيعدي من غير ما اي حد ياخد باله منه فعلى طول هيتضايق من احساس عدم التقدير، وطبعا هيسيب جواه اثر لان هو اصلا انسان حساس. الاسد هو انا ليه مش مركز الاهتمام. هو بيتميز بالاعجاب والتقدير، لو حس بالتجاهل او عدم التقدير فعلى طول هتلاقيه يقول لك وهتلاقيه ان هو يشتكي ان هو مش موجود دايما في دايره الضوء. العذراء هيقول هو مفيش حد منظم. العذراء من الابراج اللي دايما بتحب الكمال والنظام، بتهتم جدا طبعا بالتفاصيل ومش هيبطل شكوى لو لقى الدنيا حواليه كده فيها فوضى. الاماكن الفوضويه او الخطط الغير منظمه بالنسبه له بتدفعه للجنون ومش هيتردد ابدا ساعتها ان هو يقول العيوب دي. الميزان هو احنا ليه كلنا مش عارفين نعيش مع بعض. الميزان بيقدر الانسجام والتوازن. الصراعات او الظلم بتضايقه جدا. لو لقى نفسه في موقف متوتر فتوقع منه ان هو يعبر عن احباطه ان الناس اللي حواليه مش عارفه تعامل بعضها بلطف. برج العقرب هيقول بطل تكون سطحي. العقرب نفسه في العمق والاصاله، في الغالب بيشتكي دايما من الكلام السطحي او الاشخاص الغير الاصليه. لو حس ان الشخص ده مش صادق فهتسمع كل شيء عنده. القوس انت مش هتأيدني، بيقدر الروح الحلوة والاستقلال وروح المغامرة. في الغالب دايما هتلاقيه بيشتكي من احساس القيود، سواء بقى ده كان جدول مليان او خطط ما فيهاش عفوية. الجدي هو ليه كل حاجة فوضى، بيهتم بالهيكل والمسؤولية. لما الأمور تبقى فوضوية أو مش منظمة بيبدأ يتضايق من نقص التنظيم ده، بيفضل إن الأمور تكون مرتبة. الدلو هو ليه الكل ممل. الدلو فخور بتميزه وإبداعه، هو في كوكب كده لوحده. في الغالب بيشتكي من الحاجات الدنيوية أو أي شيء تقليدي جدا. لو لقى نفسه في موقف ممل فتوقع منه على طول إن هو هيقول تعليقات ساخرة وذكية. الحوت أكيد طبعا متوقع هو هيقول لي ليه أنا مفيش حد فاهمني. الحوت الحساس المتعاطف بيحس إن هو مش مفهوم، بيشتكي من نقص الآخرين للتعاطف أو فشلهم إن هم يفهموا المشاعر. بالنسبة له قليل من التعاطف هيقطع شوط طويل جدا.